السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي راكم مع هاد الصهد وكي دايرين مع هاد الحراره؟ خوتي حنايا عندنا فاس الحراره، غير لا يبرد علينا وصافي. ايوا اللي جا فوقته ما يتلام. الله يكون مع الجميع. هنايا البنات هاد النهار جبت لكم واحد الكلاص خطير وروعه وبريستيج وبحجم عائلي، يعني فيه كل مواصفات البنات اللي غتخليكم انكم تنوضوا خوتي وتشمروا على كتافكم وتنوضوا توجدوا لوليداتكم لا كلاص. هنايا البنات غادي نوجد لكم كما قلت لهم واحد الكلاص غادي نوجدوه يعني بحجم عائلي، يعني ماشي كميه صغيره، كميه ما شاء الله كثيره، وكيجي زوين في المذاق ديالو بالنكهه ديال الكراميل، كيجي غزال ما شاء الله. يخليكم البنات مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تقطعوش الفيديو البنات باش تشوفوا النصائح اللي كاينين في الفيديو وتشوفوا المقادير بطبيعه الحال والطريقه كيفاش كنوجد هذا الكلاص هذا. يلا خليكم مع الفيديو مع المقادير. نبداو ان شاء الله على بركه الله. يلا خليكم مع الفيديو. عندي البنات هنايا غادي نقول لكم المقادير. هانتوما كما كتشوفوا معايا المقادير بساطين وما فيهمش يعني المخسور بزاف ولا الفلوس بزاف. غادي تحطي واحد 17 درهم غادي توجد لك كلاص هكا بحجم عائلي، تاكلي فيه انت ووليداتك، انت وليداتك في الدار، حتى لانك ما غادي تمشي تشريه لهم من الزنقه. عندي هنايا البنات لاموس ديال الفانيلا. نتوما الا كانت عندكم الكريم شونتيي غبره يمكن لكم توجدوها به، يعني راه بحال بحال. عندي كما قلت لكم هنايا كما كتشوفوا عندي اوريو، بيمو ديال اوريو. عندي فلو بنكهه الكراميل. وعندي هنايا نص لتر د الحليب. عندي نص لتر د الحليب البنات راه بارد، كان في الفريغو باش تطلع لكم الكريمه. وغادي نستعمل نيسلي على شكل كراميل واحد 2 معالق منه. كما قلت لكم البنات خص يكون الحليب بارد، تكونوا دايرينه في الثلاجه عاد تبداو انكم تخدموا الخدمه ديالكم ديال هذا الكلاص هذا. غادي نخوي هنايا في هذا الاناء، غادي نخوي ديك الكريمه ديالي. من بعد غادي نزيد عليها الحليب كما قلت لكم بارد، حاولوا ديروه في الفريغو باش يبرد لكم مزيان. من بعد غادي نجيبوا الطراب وغادي نطربوا الكريمه ديالنا، طربوها مزيان. كاين شي بنات تيسولونا اختي واش نطلعوا الكريمه غير بيدينا؟ راه اخوتي راه صعيبه باش تطلع لك ان بيديك، هي غتطلع ولكن غتاخذ منك واحد المجهود كبير وواحد الوقت كتير غتاخذه منك باش تطلع لك الكريمه. فمن الاحسن كنفضل انا هكا هاد الطراب هذا. حتى اللي ما عندوش راه بامكانه بحال هكا لان ما غاليش بزاف. مره مره كيبقى يجمع له ويشريه، يبقى عنده في الدار فوق ما احتاجو يطرب به. هنا البنات كما كتشوفوا انا طلعت الكريمه. من بعد الكريمه حاولوا ما تخليوهاش واقفه بزاف، يعني تكون عاقده بزاف لان ما غنستعملوهاش شي حلوه. تكون خفيفه واحد شويه. من بعد غادي نزيد عليها داك الفلو بنكهه الكراميل، وغادي نزيد عليها دوك 2 معالق. درت انا 2 معالق هكا كبار ديال نيسلي على شكل كراميل. انا كان عندي في الدار كنت مستعملاه لواحد الحلوه، ومن بعد بقى لي داك الشويه قلت نستعمله في الكلاص. صافي غادي نخلط غير هكا واحد شويه، غادي نخلط غير باش ينسجموا لي العناصر مع بعضياتهم. صافي من بعد البنات صافي كنحبس الطراب وكنوقف الطراب ديالي وكنحطو هكا في جنيب. كما قلت لكم ما نديروش الكريمه تكون هكا عاقده بزاف، لاننا بغينا نديرو غير كلاص، ما غاديش نوجدوا الكريمه ديالنا الحلوه. غادي نديرو هكا يكون خفيف، تكون خفيفه الكريمه ماشي بزاف عاوتاني غير شويه. صافي هنايا غادي نوقف التطراب وغادي نجيب هذاك اوريو. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال الكريمه، هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. من بعد غادي نجيب داك اوريو وغادي نهرمشو واحد شويه هكا بالدلاك غير شويه، لانني انا باغياه منين كنا ناكلوا الكلاص تحسي بهذاك الطروفه ديال الاوريو كتاكليهم، يعني بغيت نخلي طريفات هكا كبارين. وراه كيجي البنات صدقوني كيجي هاد اوريو المذاق ديالو غزال مع هاد الكلاص هذا، غير جربوه ما غتندموش عليه. هنايا غادي نبقى نخلط غير بشويه من التحت للفوق حتى كندخل هذاك اوريو كندخلو مع الكريمه ديالي وكينسجم لي مع العناصر كامله مع بعضياتها. من بعد كنجيب
كنجيب المول اللي غادي ندير فيه هذا الكلاص هذا. انا غادي ندير المول يكون هكا دائري. نتوما الا كان عندكم داك المول اللي كيتحل يعني كان من الاحسن باش ما يعذبكمش منين تجيو تحيدوا منه الكلاص. الا كان عندكم هذاك المول اللي كيتحل ديروا فيه هكا بلاستيكه عاد خويو فيه الكلاص ديالكم كما قلت لكم باش ما يعذبكمش منين تبغي تحيدوه منه. انا هنا هذا مولفه كنستعملو كنعرف كيفاش نحيد منه الكلاص، يعني ماشي مشكل، ما عنديش مشكل فيه. منين تخويو الكريمه ديالكم هكا في المول حاولوا انكم هكا تضربوها واحد شويه في الارض باش ما يبقاوش فراغات من الداخل. من بعد غادي ندخلوه الكونجيلاتور واحد 7 ديال السوايع تقريبا، نخليوه 7 ديال السوايع. نتوما انايا هنايا ما غاديش نخليه 7 ديال السوايع على حسب بغيت ندير لكم المونتاج دغيا دغيا باش نوريكم الشكل النهائي. نتوما خليوه واحد 7 ديال السوايع البنات، عاد جبدوه من الفريغو صافي اتفقنا. يعني حد هنا المعلومات يعني واضحه وكلشي باين. هنايا صافي خرجته من الفريغو، غنحاول هكا غير نسخن الجناب بيديا هكا باش يتحيد ليا بسهوله. صافي هنايا غادي نجيب باش غادي نزوقو. كما قلت لكم خليوه نتوما يجمد 7 ديال السوايع. انا هنا ما خليتوش 7 ديال السوايع صافي البنات. هنايا جبت اللوز هكا هرمشتو، اللوز عندي معسل. دابا نوريكم ان شاء الله الطريقه ديالو كيفاش تعسلوا اللوز. عسلته وهكا هرمشتو واحد شويه حتى هو ودرتو هكا من فوق الكلاص، وجبت هكا الشكلاط حبيبات هكا الشكلاط صغير جبتوه هكا وزوقته حتى هو من الفوق. وغادي نزوق بواحد الخطوط هكا ديال نيسلي على شكل كراميل. غادي نزوق ندير هكا غير خطوط. نتوما كان عندكم دانيط يمكن لكم تستعملوه، يمكن لكم تستعملوا الشكلاط هكا تذوبوه الشكلاط كحل. يعني اللي بغيتو اي حاجه كانت عندكم متوفره في الدار، ويعني ما غاديش تكلفكم بزاف، يعني يمكن لكم تستعملوها. صافي كندير هكا واحد الخطوط كيجي المذاق ديالو زوين والمنظر ديالو رائع البنات. شوفوا تيشهي هذا الكلاص هذا، نوض اختي وجديه لوليداتك صافي. نتمنى يعجبكم البنات وتردوا عليا في الكومنتيرات ديالكم. لو وصلت اخوتي حتى لهاد اللقطه ما فيها باس، الا نسيتوا داك اللايك يعني اخوتي ديروا لي اللايك. شكرا لكم بزاف فضلا وليس امرا. هنايا كما قلت لكم كندير هكا خطوط بداك الكراميل كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. هانتوما شوفوا البنات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار. راه فيديو سبيسيال البنات لهذا الصهد هذا والحراره. يعني ما كاينش دابا المدن اللي ما فيهمش الحراره، يعني دابا كل شيء عنده الحال سخون. اي والله يبرد علينا والله يكون معنا ومع الجميع ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديالو. المذاق ديالو جا غزال البنات. انا مولفه تنصوبوا لوليداتي، قلت لكم اي حاجه كنصوبها وكتصدق معايا كنوريها لكم باش نستافدوا من بعضياتنا كاملين. هذا كيجي المذاق ديالو خطير بالنكهه ديال الكراميل البنات. غير جربوه وردوا عليا الخبر في الكومونتيرات ديالكم. هنايا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يعجبكم كما قلت لكم هذا الفيديو ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه ومع وصفه جديده.